أيضا أيها الأحبة أهمية الأوراد، واسمعوا لهذه القصة ولو زادت دقائق أستمعكم دقائق معدودة أكمل بها موضوعي. إخوتي الكرام، أحبتي الكرام، الأوراد الصباح والمساء من أعظم ما يحفظ. امرأة اسمعنا يا أخوات الكريمات، خرجت ببنتها عمرها 8 أو 9 سنوات، وبعض البنات وعمرها 8 9 سنوات قد تكون معدة للزواج، والبنت جميلة جدا وغير مستترة، بل حتى قد تكون ثيابها قصيرة، تساهل. والأم صالحة يا أخوان، الأم صالحة كما ستعرفون. رآها شيطان من شياطين الإنس، هذه القصة معبرة جدا، فتبعها حتى عرف البيت. لما عرف البيت بدأ يراقب البيت، فكانت الخادمة، لاحظ المشكلة الثانية، تخرج الخادمة تخرج وتضع مخلفات البيت في القمامة، يمر من عند الخادمة ويعطيها هدية بس فقط، مرة مرتين ثلاث حتى تعرف على الخادمة. فطلب منها رقم الهاتف، فأعطته رقم هاتفها بعد أن استمال قلبها، فسألها متى تخرج الأم وتترك البنت في البيت، فقالت أدلك على ذلك، ووعدها بمبلغ مجزي. فعلا اتصلت بالخادمة وقالت الأم خرجت لا يوجد إلا البنت بليت نائمة، ففتحت له الباب ودخل، ولما دخل غرفة والبنت نائمة يريد السوء، يقول وجدت ما يمنعني، حاول، يقول يمنعني لا يراه، سبحان الله، حاول فخرج خوفا من أن تأتي المرأة، أعاد الكرة مرة أخرى وأعطى الخادمة مبلغا من المال وفتحت له، وتتكرر القصة ولا يستطيع أن يصل إلى البنت وهي نائمة. فقال للخادمة أعطيني تلفون الأم، فاتصل بها قال يا أختي أنت فلانة؟ قال نعم. قال أنا حدث لي مع بنتك كذا وكذا وقد تبت إلى الله، فأنا أنصحك ألا تخرجي ببنتك مرة أخرى إلا متسترة، ابنتك وإن كانت صغيرة فاتنة فتنتني، والله ليس هذا من دأبي وليس من حيلتي، لكن بسألك ماذا كنت تفعلين؟ قالت أبدا، كنت أحافظ على الأوراد في الصباح والمساء، وإذا خرجت من البيت قلت أستودعك يا ربي من في هذا البيت، أستودعك ابنتي، فحفظها الله جل وعلا. فلذلك المحافظة على الأوراد دعاء الوالدين وأثره في الحفظ أن يأخذ، بل صلاحهما وكان أبوهما صالحا.